السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين وبخير حبايب قلبي. اليوم هنعمل شيش طاغو. أه بسوي بالدجاجة، يعني خليتها من العظم وقطعتها صغير زي كذا. شوفوا، مربعة زي كذا، الصدرية صدر الدجاجة هذا. طبعا الجنح ما قصيته، بس دقدقته كذا عشان أشبكه معهم، لأنه ما في لحم أساسا، لو خليتيه بيتحرق. تمام، هذا شكله. أول حاجة عندي هنا زبادي وبصل مفروم ناعم وثوم، كله بحطه على تمام. خلاص، هذا عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطماطم واعمل عصرة منها بس عشان تديني اللون بس. زنجبيل ملعقة. عندي هنا بشر البرتقال مجفف عندي، شايفينه؟ خذ منه كمان شوية. لو عندك بشر الليمون برضو كويس حطي. عندي هنا بابريكا حارة طبعا. فلفل اسود عاد ملعقة انت. انا عشان حافظة خلاص كذا اكت كذا، لكن ملعقة هي تعتبر. هذه كزبرة مطحونة، اعمل كذا ملعقة. ها، كمون برضو ملعقة. وممكن تكتفين بكمون وفلفل اسود وبابريكا بس، اذا ما تحبين بهارات كثيرة فيها. هذا ملح وعصير الليمون اهو عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه واحدة، هذا الثانية، هذه الثالثة، وهذا الرابع. بسم الله الرحمن. كذا نخلطها مع بعض كذا، ونخليها يا حبايبي بالثلاجة الين تتشرب كل التتبيلة، يعني تاخذ من الطعم. طبعا بخليها اقل شيء ساعتين عشان تديني طعم حلو يعني. هذا هو صار كذا جاهز. تمام، اغطيها واخليها بالثلاجة وارجع لكم ان شاء الله. والحين يا حبايبي حنبدأ معاكم نعمل الشيش طاغو. اول حاجة عندي هنا يا حبايبي بصل، طماط، فلفل رومي. وعندي هنا العيدان اللي حشبك فيها اللحم. وهذا الدجاج عندي صار جاهز. بسم الله الرحمن. اللهم صل عليك يا رسول الله. تقلبينه كذا شوي. وهذه الصينية اللي بحطها في الفرن. أول حاجة نبدأ. طبعا أنا عندي شو اسمه هذا حق الشيش طاوة، خشب كبير يعني ما هو صغير. بسم الله الرحمن. اللهم صل عليك يا رسول الله.
طبعا انا عندي شو اسمه اللهم صل عليك يا رسول الله، الفرن والع. ممكن تضيفين كمان لو عندك خضار بطاطس تضيفيها تجي برضو حلوة يعني. أكمل الكمية بهالطريقة ورصها في الصينية زي كذا. وهذا حبايبي شكله صار جاهز، شايفين الخلطة الباقية هذه من التتبيلة بأدهن بها الدجاج. كل ما تحمر شوي زدت دهنتها عشان تديني لمعان أكثر ويستوي يعني وطعم. هذا شكلها حبايبي. الحين الفرن عندي ساخن، حتولعين على السطح شو اسمه العين العلوية بس من الفرن، تحت ما تولعي، من فوق بس، وتدخلينه. كل ما بدأ يتحمر شوية شوية تقومي انت تحطين من نفس الخلطة هذه، بس ضيفي عليها شوية زيت كمان زيادة. يلا حوريكم لما يكون جاهز. وهذا غدانا حبايبي، عسى ان شاء الله يعجبكم، عليكم بالصحة والعافية ان شاء الله. ولا تنسون دعم القناة وعمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. طبعا هنا اللي عندها دايت تاخذ هذا مع الخيار، سلطة حار لو حبت، وهنا رز اللي يحب ياكل مع الرز. فمان الله حبايبي.